السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا بفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا فيديو اليوم وصحتكم بخير، اهلكم ناسكم ولادكم كامل تكونوا بصحة وخير ونعمة، امين يا رب العالمين. انا في نعمة والحمد لله. قبل ما نبداو فيديو اليوم صلي ونسلموا على خير الانام سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بون الفيديو تاع اليوم سامحوني البنات. الفيديو تاع اليوم شوفوا راح نشارك معكم روتيني واش درت فيه، وديما كيما تعرفوني واللي متبعني في القناه تاعي الاولى على بالهم باللي اي فيديو نحطه لازم تكون فيه همسه. انا ديما نقول لكم اللي يدخل يتفرج في الفيديو تاعي يلا حبه يخرج كيما نقولوا بحاجه صغيره. مستحيل كيما نقولوا ندير لكم روتين بلا ما تديو منه عبره ولا تديو منه حكمه ولا تكون فيه همسه، على الاقل تخرجوا بفايده يلو كان صغيره. لهنا بعد ما فطرت الصباح وشربت قهوتي كالعاده، لازم الصباح باش نشطر وحنا والفنا بهذاك الفنجان تاع القهوه حتى ويكون مش صحيه، بصح احنا والفنا هكاك نقولوا هذاك ولي نشطني باش كيما نقولوا نقدر النوض وناكتيفي الخدمه تاع الدار اللي مش راح تفض اكيد. اليوم راني ما زلت البنات نشارك معكم في الفيديوهات الجايين تحضيرات رمضان، لانه على بالنا شوفوا اليوم بديت لكم بالمعجون تاع البرتقال ولا تاع التشينا، لانه درك الموسم تاع الحمضيات والبري تاعها راهو روعه. تقدري ديريها ديري المركز درك، هذا هو الوقت تاعها. ديري المركز تاع التشينا، المركز تاع القارص اللي نسحقوه ياسر في رمضان، سيرتو باش نديروا عصائر طبيعيه ونحيو هذاك المشروبات الغازيه اللي راح تكون مضره بصحتنا وصحه وليداتنا. كما قلت لكم دوك تقولوا لي المعجون راهو مش رمضان احنا صايمين اكيد، بصح المعجون انا اللي راح نديرو مادام موسم الحمضيات راح نخبيه شوفوا يكمل معاك عام كامل. صدقوني انا كنت نشارك معاكم المعجون اللي نخدمه والله العظيم غير يدور عليه العام ويقعد كيما راهو، كي يزيد يخرج موسم الحمضيات تلقيني هذاك باش كيما نقولوا نكونسومي كامل. يلا حابه ندير به كيما نقولوا ادي اقل حاجه ندير الكاطو هذاك تاع بساط الريح، لانه يسحق المعجون بزاف، وثاني كيكون معجون تاع التشينا ولا تاع القارص يكون منكه ما شاء الله. والله تاع المشماش نخدمه في داري خير ما نروح نشريه من برا كيما قلت لكم. وحبيت اليوم نمد لك نصائح باش تكوني ديما، نقول لك نحب نكون متتبعاتي يكونوا ديما لا تنسى، لانه النصائح هذه كي تطبقيهم صدقيني راح تشوفي فرق كبير وحياتك تتبدل. لهنا شوفوا البنات اني طبقت القش. انا اكره حاجه نديرها في حياتي هو تطبق القش. اعطيني نغسل ندير واش تحبي بصح نوصل تطبق القش راني نعجز يا خياني واش نكرهو. ديما تلقيني مسا شلانج طول نحطه لازم فوق السرير ونطبقه باش ما نعجزش ونخليه ثم يطايش. نروحوا للنصائح اللي حبيت نمدهم لك وتمشي بهم. اول حاجه تقدري تطبقيها وتمشي بها في حياتك انه تخلي من الخرجه تبرا، ما تخرجيش بزاف ابار هذيك اللي خدامه اي تروح تخدم وتجي تروح هذيك شيء مفروغ منه. انا نهضر على النساء هذوك اللي يحبوا يصوقوا كما يقولوا كل نهار هاي في الحوان تدور اكيد راح تسخفي. ما كانش منها وحده كما نقولوا تخرج الدور وما تسخفش، تسخفي وتفسدي الميزانيه تاعك اللي تكوني محددها وتمشي بها. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه لهنا البنات شوفوا اني راح نغسل التشينه تاعي لهنا، حكوها ديما باللابروس. انا نحطها لهنا في الماء وشويه خل نخليها مده ربع ساعه 20 دقيقه ونرجع لها نغسلها ونخليها تقطر مليح كما قلت لكم. لهنا حبيت نربيها. شوفوا البنات في به نحي الزاست هذاك تتشينا، نسحقوا نكه به الحلويات ولا حاجه، وبعد لقيت القشره تاعها رقيقه بزاف كي نجي نربيها ما تحبش تربي لي اباء وليت قشرتها خلا. وهذاك القشور شوفوا تقدروا كما نقولوا تيبسوه وتعاودوا تربيوه ترحيوه باش يولي بودر، تنكهوا به الحلويات تاعكم، والله تقدروا كما نقولوا تغليوه برك في الماء وتعطروا به الديار تاعكم. يعني عنده استعمالات بزاف. نروحوا للنصيحة الثانية انه تعودي نفسك انه تعيشي قد المدخول تاع زوجك. هذا كيما نقولوا لي تعود راجلها برك اللي خدام هي قاعدة في الدار هذا ويكون شهارة. ما تقارنيش روحك بفلانة وفلتانة. ربي سبحانه وتعالى وخلقنا درجات، خلق الغني والفقير، ما خلقناش كل كيف كيف. حاولي ديما تقنعي وترضاي بالعيشة اللي عيشتها. ما نشوفش انا الناس اللي اكثر مني، ديما نشوف الناس اللي قل مني. ثالث حاجه انه تركزي على التوفير. التوفير منه من المدخول اللي عندك سواء قليل ولا بزاف. كاين الناس والله العظيم تلقاهم يخلصوا 10 ملايين في الشهر ويكملوهم غير ماكله وما يوفروش حتى دور ومنام، وكي يطيحوا في ظرف طارئ سواء هذاك الظرف يكون مرض
ولا لا قدر الله تكون مصيبة، تلقايهم حتى يروحوا يسلفوا. ملا عودي نفسك على التوفير ولا الحصالة اللي تنفعك بزاف بزاف. أنا كنت شاركت معاكم في القناة تاعي الأولى الحصالات، وراح نشارك معاكم بإذن الله الفايدة الحصالة وكيف ندير الحصالة. كما قلت لكم تسحقي تسلفي، تروحي تسلفي من عند روحك ماشي من عند الناس. لهنا شوفوا نرجعوا للفيديو. لهنا وزنت البنات بعد ما قشرت التشينه تاعي هذيك، وزنتها جاتني قريب كيلو انا التشينه. السكر نقصت 100 غرام. انا ما نحبش ندير نفس الكيل، هو كاين اللي يدير قد البرتقال قد السكر، انا لا. كيلت وزنت التشينه جاتني قريب كيلو. السكر درت 800 غرام وشويه، والماء درت 500. هي نورمالمون حتى وتحطي كاس ويكفيك في المعجون تاع التشينه، لانه التشينه فيها الماء وتولي تطلق الماء تاعها، يعني راح تطيب لك حتى في معها. نروحوا نرجعوا للنصايح. رابع حاجه انه تركزي على الاساسيات في دارك ماشي الكماليات. كي نعود في داري مركزه على السميد والزيت والحبوب والليبات، ماشي الشوكولا والشيبس ولي ساندويتش من برا. قال لك ناس بكري واش قالوا ناكل كسره وما وراسي في السماء، لانه الانسان نفسه عزيزه. انا عن نفسي شوفوا ما نحبش نمد يدي، وما نحبش نسلف من عند الناس، وما نحبش نطلب من عند الناس، وما نحبش نسخف على حاجه في يد الناس. عزي روحك صدقيني تبقاي عزيزه. خامس حاجه انه تعودي ولادك ياكلوا واش طيبتي في الدار. كاين لوبيا ياكلوا لوبيا، ماشي انت ما تاكلهاش روح اشري طون ولا روح يقلي عظام ولا لا، تاكل واش طيبتي في الدار. راح يتعودوا صدقوني راح يتعودوا. بصح كنت فيهم من المره الاولى باللي هذيك الماكله ما ياكلوهاش، ديري لهم كيما نقولوا البديل، سي بون ما بقاوش ياكلوا هذيك الماكله. سادس حاجه الابتعاد على التبذير. انا ما نشريش الخبز كيما نقولوا بزياده ونروح نرميه. ماكله ما تكلتش ندير لها اعاده تدوير وما نرميهاش. ديري بيت الخزين، لانه راح تلقايه في الازمات. والله اللي مجربين بيت الخزينه البنات يقولوا لي ويكتبوا لي في لي كومونتير راهو ينحي عليك هنا كبيره. حاولي ديما تكوني مرأة مدبرة في دارك، ما تكونيش مرأة عايشة هكاك برك وتحصلي كلش في الراجل، جاب ما جابش ما جابش. لا بالعكس، انا كي يشوفني كيما نقولوا الزوج تاعي يشوفني مرأة تاع دار ومرأة قيمتلو بولاد ومرأة نوفر وكيما نقولوا يسحق حاجة يلقاني، صدقيني راح يهز المصروف يمدوه ليدك. بصح كي يلقاك انتي مبذرة وما تخميش على دارك ويشري الحاجة يلقاها مرمية في البوبالة، وش راح يدير؟ حتى هو سيبون يولي الإهمال من جهتين. ما درتو دار، ما قمتو بولاد، ما وفرتو، ما دخرتو، ما درتو حتى مستقبل. لهنا نرجعوا شوفوا للمعجون. حكمت هذيك السكر، حطيته على الماء، حطيت له دي طرونش تاع قارص، كعبه تاع قارص قصيتها وخليته يغلي، لانه نسحق انا السكر تاعي يذوب. ومن بعد رحت للتشينه تاعي هذيك قصيتها كامله، قصيها عشوائي برك، وحاولي ديما تنحي هذاك الابيض اللي يجي في التشينه باش ما يمدلكش المروره في المعجون تاعك، ونحي تاني العظم. نقصها كامل، وبعد ما نشوف هذاك السكر تاعي ذاب لي نقعد نحرك فيه حتى يذوب السكر. ما نحطش التشينه تاعي والسكر مازالك تشوفوا فيه مازال حبيبات لهنا حتى نشوفوا ذاب لي كاريمون باش نزيد هذيك التشينه تاعي. هذا شوفوا البنات والله المعجون هذا راح ينفعكم. او كما نقولوا مازال العام طويل تسحقوه لفطور الصباح لوليداتكم، تسحقوه للحلويات، ديري مسكوتشو تلقايه، جوزك الضيافه على غفله تلقايه. يعني مستحيل حاجه في دارك تديريها وما تحتاجيهاش. خير من نروح نشريه من برا ويخرج لي ثاني كميه ما شاء الله. لهنا بعد ما ذاب لي هذاك السكر نرمي التشينه تاعي ونبقى نحرك فيها. شوفوا في الاول الرغاوي هذيك الكبيره ديما كيما نعرفوا المعجون لازم تنحيها، لانه هذيك هي اللي تفزت لك المعجون تاعك، وكيما نقولوا ما يطولش معاك كي تحتفظي به. شوفوا هذه الرغاوي كامله نحيوها. انا شوفوا الوقت دا معايا 40 دقيقه، ودرك نقول لكم كيفاه تعرفوا المعجون تاعكم باللي طاب.
تقعد لهنايا مين يدير لي الرغاوي نحيه بهم بالعظم هذاك. اي عظم تلقايه ثاني تنحيه، سواء نحيتيه كما نقولوا كما تقشري، والله كي طيبك تلقايه يطلع لك كامل من الفوق نحيه. لهنا بعد ما مرت لي واحد ربع ساعه زدت مغرف صغيره تاع لا مارغارين. علاه زدتها لهنا البنات باش تنقص لي هذيك الرغاوي، مش تحطيه في الاول بعد ومن بعد هذيك الرغاوي كامله تخليها، لا حتى نحيو هذيك الرغاوي في الاول. انا قلت لك واحد ربع ساعه باش زدت هذيك المغرف الصغيره تاع لا مارغارين ونخليه. بعد ما شدو المعجون تاعي بدا يثقال، جبت لهنايا حطيت شويه معجون في صحن. وتشوفي الطريقه، شوفي ديري بصبعك بالطريقه دي. دوك تشوفوا البنات كيف ما كي تشوفي كيما نقولوا هذاك ما رجعش لبعضه، هنا المعجون تاعك راه واجد، هاك تشوفوا في الخط قعد كيما راهم سيباري كيما نقولوا ما بقاش سائل. لهنا نخليه يبرد، سواء تخبيه بالطريقه دي ابراج تاع تشينا، انا نحب نزيد نديرو بالبراميكسر، وانتي عندك حريه الاختيار. كاين كيما نقولوا اللي يحبوا ياكلوه براج هكا تشينا ثاني يجي ما شاء الله. نحيت هذاك اللي طرونش تاع القارص وحكمت بالبراميكسر، ميكسيتو مليح حتى نتحصلت على القوام لهنا. شوفوا لهنا ومازال سخونه البنات. بعد ما برد شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، معجون ما شاء الله شهيتكم في الجنه، لون وذوق وما عندي ما نقول لكم. ان شاء الله برك تجربوه. ولي عجبها الفيديو تاعي ما تنساليش هذاك الجام. وديما نقول لكم اللي فايته من هنا الطريق وشافت الفيديو تاعي بالصدفه وما اشتركتش، نقول لك اشتركي حبيبتي وفعلي زر الجرس به كل حاجه نحطها راح توصل عندك. ديما نوصيكم البنات ونقول لكم في الاخر ما تنساوش البساطه والمورال والضحكه، ونحاولوا ديما نبسطوا الحياه على قد ما نقدروا. اليوم عندي ربي يدومها نعمه، غدوه ما عنديش نحاول نتاقلم بالموجود. ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل، ربي يفرح الناس الكل. اللي متمني حاجه ان شاء الله ربي يحققها له، واللي متمني صغير ان شاء الله ربي يعمر حجره. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ياسر في رواحكم، نحبكم ياسر ياسر ياسر. دمتم في امان الله، سلام.